يمهل ولا يهمل. الشخص اللي حرق القرآن اللي اسمه سلوان موميكا عقب ما تم القضاء عليه من قبل أحد الأشخاص ولقوه مشتول في البيت، قامت الحكومة السويدية تدور حد من أهله، حد من جماعته، يدفع مبلغ $7000 عشان يسوون له قبر ويدفنونه فيه. بس ما حصلوا ولا متبرع ولا حصلوا حد من أهله ولا أي حد تكفل بالمبلغ. فقامت الحكومة السويدية بوضعه في الفرن المركزي اللي يحول الجثة إلى رماد. رماد طبعا بعدين يطيرونه في الهواء ولا يفرونه على الزراعة. سبحان الله، يعني حرق المصحف وهو احترق في الفرن هذا في نار الدنيا، وذلك جزاء الظالمين. كيف يوم القيامة نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كم مرة حرق المصحف والناس نصحوه قالوا له يا أخي ما يجوز اللي يسويه، وسوى فتنة وسوى مشاكل. هذا مصيره، هذا جزاء اللي يتعادى مع رب العالمين. سبحانك يا رب. اللهم لا تبلينا يا رب العالمين. الله يهدي شباب وبنات المسلمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.